السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا تفريزات اللحمة المفرومة طلعنا منها وصفات حلوة قوي. قعدتوا تسألوني على تفريزات الفراخ. انا في رأيي المتواضع ان اهم حاجة في الفراخ هو البانيه. البانيه معانا طول شهر رمضان، داخل في اي حاجة، في العزومات، في الفطار، اكلة سريعة. ما بالك كمان لما نعمله اقتصادي وموفر ويفضل موجود عندك في الفريزر، يطلع على القلي على طول. النهاردة ان شاء الله من نص كيلو صدور فراخ، صدرين صغننين وزنهم نص كيلو، هنطلع بأمر الله 2 كيلو بانيه. ازاي الكلام ده من غير ما اغير طعم الفراخ ولا اثر على طعمها؟ ده اللي هنشوفه مع بعض، ويلا بينا. اول حاجه هعملها، هجيب حوالي 4 بصلات واقطعهم بالشكل ده واحطهم في الكبه، واحط معاهم نص كوبايه ميه بس مش اكتر من كده، واديهم فرم جامد جدا يا جماعه، ناعم جدا. اعمل عجينه بصل، خليكم دايما فاكرين الكلمه دي وانتوا شغالين. عايزه اعجن البصل بنص كوبايه ميه، اخليه عجينه خالص، وكده يبقى فيه شويه ميه، وهتعرفوا ليه. هوريكم دلوقتي وصلت لايه، وهوريكم عجينه البصل عامله ازاي. بصوا بقى لما نيجي ننزلها في الطبق، شوفوا عجينه خالص ازاي، وبصوا الميه بتاعتها نازله منها ازاي، وده المطلوب. تعالوا نتبل عجينه البصل دي، ودي اساسي الوصفه معايا. توم باودر، بصل باودر، وعندي كمان مرقه فوريه من عند العطار وحبهان، وعندي كاري، وعندي لبن باودر معلقه صغيره لو عندك، وشويه ملح صغيرين. قلبي كل ده، خلي البصل وميه البصل اللي هي عجينه البصل تشرب التوابل دي كويس قوي، ودي اهم حاجه عندي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده السر بقى اللي معايا النهارده، الفيجيتار بتاع العطار، الفيجيتار السايب، اللي هو كانه بالبلدي كده البقسماط المتبل، وده اساسي معانا. عمره ما بيغطي ابدا على طعم الفراخ. الفراخ يا جماعه ضعيفه وطعمها رقيق، اي حاجه قويه هتغطي على طعمها وتبقى عجينه ملهاش لازمه. الفيجيتار الوحيد او البقسماط المتبل بيديها طعم حلو وما بيغطيش على طعم الفراخ ابدا. بعجنها، بعملها عجينه كده، شوفوا عجينه بقت يمكن ضعف حجم الفراخ، وبسيبها شويه على جنب لغايه ما نفرم الفراخ بتاعتنا. صدر فرخه واحد مقسوم على 2 زي ما انتم شايفين، وزنه نص كيلو اهو بالظبط قدامكم، ده اللي هنشتغل عليه. ركننا عجينة الفيجيتار تشرب بقية التوابل وتشرب مية البصل. وبعد كده صدر الفرخة اللي انتوا شايفينه بشيله في الفريزر حوالي نص ساعة، لازم يكون متجمد كده زي ما بوريكم كده، وبنقطعه بالشكل ده مكعبات صغيرة. لازم يكون متجمد عشان العجينة تتماسك وتدي عرق حلو لما تتفرم. بجيب الكبة مطرح البصل، وبروح حاطة فيها الفراخ زي ما انتوا شايفين، بديها فرمة ناعمة جدا جدا، بنعمها على قد ما اقدر بالشكل ده، وبحطها بعد كده على العجينة بتاعة البصل اللي كان فيها الفيجيتار او البقسماط الايه المتبل. بيدي طعم رائع. هتاكلوا بانيه يا جماعه النهارده في منتهى الجمال. والله انا عايزه اقول لكم، انا على طول بعمل البانيه كده، انا ما بجيبش البانيه الجاهز ابدا. بعد كده تقعدي تعجنيها بايديكي على قد ما تقدري. انا حطيت على ايدي مسحه زيت لان هي بتبقى طريه، فقعدت اعجن فيها. بصراحه انا كنت تعبانه وكانت ايدي وجعاني، فضربتها في الكبه تاني. لكن انتي ربنا يديكي الصحه والعافيه، اعجني فيها كويس. لو ما عندكيش كبه هتتعجن وهتبقى زي الفل. فانا كده اهو زي ما بوريكم كده، حطيت ايدي في الزيت عشان اعرف المها كلها من الكبه. كده انا ضربتها وش كمان كده في الكبه، نعمت معايا. من هنا ورايح بقى كل ما هنيجي نحط ايدنا في العجينه اللي قدامنا دي، بقت عجينه فراخ يا جماعه، طعم وقوام كل حاجه فراخ. خلاص شكرا، ما بقاش باين فيها ولا فيجيتار ولا بصل ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين العجينه متماسكه وليها عرق ازاي. شوفوا لسه لا اتحطت في الفريزر ولا في التلاجة، وشايفين متماسكه ازاي، الله اكبر عليها. تمسحي ايديكي بقى مسحه زيت وتعملي كرات، واتمنى ان هي تكون متساويه. انا لقيت نفسي بقى عملت كره كبيره كره صغيره، قلت لا مش نافع. جبت الميزان الديجيتال عشان بالجرامات، ووزنت كل كوره كده، خليتها حوالي مثلا حاجه و50، بالكتير 60 جرام. وتحاولي تخليهم قد بعض عشان البانيه يطلع معاكي متناسق كده. يا سلام، ولا اجدع فرارجي في زمان. خدي بقى الكميه كلها، اعمليها كرات متساويه كده، ولازم ايديكي تتمسح مسحه زيت خفيفه. هنجيب اكياس التلاجة ونفتحها بالشكل ده. بفتح كده الكيس، وبحط على الكيس كله مسحه زيت، وبحط كوره العجينه في جنب، بفردها كده، وبطراطيف صوابعك تفرديها تديكي شكل البانيه بالظبط. وده السمك المطلوب يا جماعه. وشوفوا لونها جميل ازاي، الكاري عامل شغل حلو قوي، ده كاري مش كركم. الكاري مع الفراخ تحفه. بصي بصوابع ايديكي كده، طراطيف صوابعك كده
تفرديها معاكي. تعالوا نشوف بقى الكميه كلها عملت لي قد ايه، وكمان عاملاها من الحجم الجامبو. ادي نص كيلو وشويه، ماشي. وادي برضو ده نص كيلو بالظبط. الطبق التالت ده نص كيلو وشويه، يعني كده داخلين في حوالي ايه 2 كيلو الا ربع ني. بعد ما اعمل طبقه البانيه حجمه هيزيد وهيتضاعف جدا. اول حاجه طبعا انا مش هستخدم ولا بيض ولا لبن، يعني كمان هعمل لكم طبقه البانيه اقتصاديه. ده دقيق وميه وملح وفلفل اسود، بضربهم لغايه ما يوصلوا للقوام ده. بعد كده طبق تاني وبحط فيه بقيه الفيجيتار اللي جايباه سايب من عند العطار اهو يا جماعه. حلوة قوي قوي، بصوا الاتنين كده مع بعض. بعد كده حطيت البانيه في الفريزر، لازم قبل ما تشتغلي فيه يتحط في الفريزر يجمد. بتروحي بقى شايلاها كده بعد ما جمدت وتحطيها في طبقة العجينة السايلة بالشكل ده، وبالراحة خالص يا جماعة. شايفين ازاي؟ وبعدين اروح حطها في طبقة الفيجيتار بالشكل ده. وخلي بالك بقية الكمية تفضل في الفريزر زي ما هي، ما تطلعيش كمية البانيه كلها تركنيها جنبك وانت شغالة هتفك منك. يعني انا دلوقتي خدت 4 ب4، هعمل 4 بس شغالة فيهم، الباقي كله في الفريزر ما بطلعوش يبقى جنبي. بصوا كده بالراحة خالص، شايفين متماسك ازاي؟ متجمد من الفريزر على الشغل على طول. ودي بقى احلى حاجة، لو انت بقى موظفة تعملي كده. بصوا دول 4 قطع هشتغل فيهم الاول واقليهم كمان، ولازم الزيت يكون سخن جدا. وبعد كده اجيب الباقي من الفريزر برضو 4 ب4. لو انت موظفة بقى هتلاقيه سهل جدا معاكي ويسعف معاكي. اول واحدة ضحينا بيها خدت سخونية الزيت، فحروفة كده اتحمرت شوية. معلش مش مشكله، دي انا اكلتها وهوريكم ازاي. هتشوفوني وانا بوريها لكم وانا واقفه باكلها وهي سخنه كده، ريحته ما شاء الله وطعمه عسل يا جماعه. بصوا بقى، قلبي فيه كده بالراحه زي ما انتم شايفين بالشوكه والمقصوصه كده اللي هي بتاعه الزيت كده بالراحه. بس شوكه والمقصوصه هم دول اللي انا محتاجاهم وانا بقلي البانيه الاقتصادي بتاعنا. ما شاء الله عليه. لو تدوقوا طعمه وتجربوا. بصوا وكمان ايه، قطعة البانيه كبيرة محترمة كده. استنوا الإضاءة كانت عاملة الجلاشة، بصوا لونه جميل ازاي وحجمه عامل ازاي، وتخينة مليانة لحم من جوه. طعم الفراخ مفيش حاجة تاني غير طعم الفراخ والتوابل الحلوة اللي حطيناها، مفيش أكتر من كده. البصل كمان مدي طعم في منتهى الجمال، الله أكبر عليه. كملي بقية الكمية، الزيت لازم يكون سخن عشان ما تديش فرصة لقطعة البانيه إنها تفك منك. والطبقة يا ست الكل اهي لازقة عليها بقى يا ست الحبايب. واعملي أحلى شوية بانيه رمضان وحطيه جنب أي أكل، محشي وبانيه، مكرونة وبانيه، بشاميل وبانيه، رقاق وبانيه، عيشي. خلي يعني كل اكلنا كده جنبه البانيه. كل اللي هيدوقه عندك والله هيقول لك تسلم ايديكي، ده شويه بانيه لوز العنب. شوفوا الجمال وشوفوا لونه حلو ازاي. اهي دي بقى الاولانيه كلتها وانا واقفه كده، بصراحه كانت جميله. وعايزه اقول لكم والله ما شاء الله الولاد برضو لقطوا منه كتير، كان عاجبهم قوي يعني. بصوا شكل قطعه البانيه عامل ازاي، وشايفين الغلاف عليها عامل ازاي، ولا بيض ولا لبن ولا وجع قلب. اهو ادي كده ايه اول دور عملناه. بعد ما خلصت تعالوا نوزنه. ادي نص كيلو وشويه مستوي، ماشي. وايه تاني؟ ادي نص كيلو بالظبط. وبعد كده ادي كمان برضو نص كيلو وشوية. ادي كده التالت، فين الرابع؟ ادي برضو نص كيلو وشوية، يعني مستوي معايا حوالي 2 كيلو زائد طبق نص كيلو ني. انتوا متخيلين كل ده من صدر فرخة واحد يا جماعة؟ الف هنا وشفا، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. سهلة ولذيذة، وقد ايه البانيه طالع حلو جدا جدا. بصوا الكمية قد ايه. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. بصوا شوفوا قطعة البانيه طرية ازاي ولونها جميل ازاي. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، وسلام عليكم.